هاي السلام عليكم يا بنتي، احنا نباركولكم. وتوا الاخبار قال لك الكاف تمنح كأس افريقيا للمغرب بدلا من السنغال، على خاطر خويا خرجوا من الماتش والقانون واضح وصريح، وباعتبار نتيجة 3-0 للمنتخب المغربي، وفما عباد مش باش يجيهنوهم الليل. ما فماش نوم الليلة. الو. كيفاه؟ مروك ادت لاكوب؟ ما كاش منها ما كاش. وينكم جماعة ماني؟ رديتوهن شي جيفارا ماني؟ وينكم؟ فرحانين وشيخين. 1000 مليون مبروك للمغرب الشقيق، فوزوا بكأس افريقيا ل 2025. شماتة في الحقيدين الكل من تونس. تحيا تونس وديما المغرب، وكيما قلت لكم بالحلال ولا بالغورة المغرب باش تفوز بكأس افريقيا، والفيديوهات هاكم مازال. احلى مغرب من تونس. السلام عليكم. ما ضاع حق وراء طالب. الاتحاد الافريقي معناها اوقف انه السنغال ربحت في كأس الامم الافريقية، وقال انه النتائج اللي توصلوا لها انه المغرب هي من فازت بالكأس الامم الافريقيه. وكلنا شفنا كيفاش المنتخب السنغالي كيفاش عملوا بيرتورباسيون في استاد، وكيفاش صارت حمله ممنهجه على المنتخب المغربي باش ما يربحش، لكن في الاخير رجع الحق لاصحابه. والف مبروك لاخواتنا وصود الاطلس، وديما ان شاء الله بالتالق، واحلى مغرب واحلى اخواتنا المغاربه. ورسميا المغرب بطل افريقيا. المغرب اسود الاطلس بطل افريقيا. المغرب بطل افريقيا. فرحة من الجميع، فرحة من الشعب التونسي. ان شاء الله مبروك عليكم يا مغاربة، تستحقون رغم حقد الكرغولي. الف مبروك الف مبروك الف مبروك. المغرب بطل افريقيا في نهائيات اللي دارت في المغرب بقرار من لجنة الاستئناف في الاتحاد الافريقي في نهائي مع السنغال. خبر عاجل نسوقه للجميع. تحية من القلب باسم الشعب التونسي الى اسود الاطلس. هذه اولى القبلات، هذه اولى الحب والتهاني. المغرب بطل افريقيا، المغرب الذي وصل للنهائي الافريقي لكرة القدم عن منح المغرب بطولة افريقيا بعد ما رفضته السنغال. اللقب هذا يتحول الى المغرب بطبيعة بعد قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم. باش نفهموا القرار هذا والتوجه هذا مع الاستاذ احمد التونسي اكيد المختص في القانون الرياضي. استاذ صباح النور، شنو احوالك؟ صباح الفل معاذ، صباح الخير ليك وكافة مستمعي راديو مات. اكيد احنا نتوحشوك، والاتحاد الافريقي يقوم بالواجب وباش تدخل معنا بطبيعه وتبيننا وتنورنا شنو اللي قاعد صاير في الاتحاد الافريقي لكرة القدم، وما هو هذا القرار. فسرنا لو تسمح ما هذا القرار، وعلاش تو بعد شهرين معناتها نحي البطوله من منتخب من بلاد ونعطيوها البلاد اخرى. شوف، باش نحطوا الامور في اطار نفسروا للعباد. بعد الاحداث نتاع النهائي صدر قرار ابتدائي كان فيه عقوبات فرديه على لاعبين، حتى لاعبين المغرب وبعض لاعبي السنغال، وكانت معناها كما نقولوا قرارات عقوبات للاحداث اللي صارت، حاجات عاديه، والتصرفات اللي صارت الكل تقريبا الناس الكل تقبلتها. وكان قرار معناها متوازن وعادي وداخل اطار القانوني للوقائع اللي صارت. القرار هذاك تم استئنافه من الاتحاد المغربي، والاستئناف هو اللي صدر البارح. القرار نتاع الاستئناف في البارح الحقيقه نجم نسميه شوف، ما نجمش نقول عليه مثلا زلزال ولا حاجه كبيره، لانه الزلازل والحاجات الكبيره تكون في حاجات جديه. اما نجم نسميه قرار هزلي. علاش هزلي؟ لانه يضرب المسلمات في عمق، لانه فما امور ولا فما مسائل قانونيه نقولوا نحن من الفوندامونتو، المسلمات الاساسيات ولا المبادئ الاساسيه نتاع القانون.
القرار هذا يضربها. ايش معناه؟ صحيح تجي تقرا في القرار وتشوف الفصول القانونيه يستند على فصول 84 ولا شنو الى غير ذلك. لا بوندون دو ماتش معناها مغادره المقابله ولا الفورفي، يحكي على الفورفي. في حين شنو المسلمات اللي ضربها؟ لانه شكون يحدد هل صار فورفي ولا ما صارش؟ هل صار ابوندون دو ماتش ولا ما صارش؟ رجل الميدان شكون؟ وشكون اللي عنده السياده والكلمه النهائيه في المباراه؟ هو حكم المباراه. حكم المباراة وصل المقابلة تواصلت وشاهدها العالم الكل. وما فماش معناها انقطاع لأحد المباراة معناها نهائي. ما فماش فورفي. يعني الوضعية معناها التكييف القانوني نتاع لجنة الاستئناف مخالف للواقع، مخالف. فما حكم هو سيد المقابلة، وهذا راه مش كلام معناها هذا كيف هذا راه يرجع للقوانين الأساسية نتاع اللعبة والقوانين نتاع الفيفا اللي هي أعلى درجة من القوانين الكل، واللي معناها ساعات في النظم الداخلية نتاع معناها اتحادات معناها داخلية ما نجبدوش عليه، لأنها معناها من المسلمات، معناها من المبادئ الأساسية أنه الحكم هو سيد المقابلة. لهنا القرار النهائي للحكم. لهنا أنت هيئة كلنا الانتصارات التاريخية للمغرب، وشفنا حق المغاربة رجع بعد طول انتظار، وشفنا حاجة من الحاجات اللي يعني زي ما بيقولوا كده زمن المعجزات انتهى. لكن اللي احنا شفناه وان حق المغرب يرجع، وان منتخب المغرب يتوج ببطولة كأس الأمم الأفريقية وينتزع اللقب من المنتخب السنغالي بعد حفظ منتخب السنغال قرابة ما يقارب من شهرين باحتفاظه باللقب. تيجي ضربة من الكاف الأفريقي بعد طبعا ما تواصلوا لخيط يدين المنتخب السنغالي وينصر المنتخب المغربي، والمحكمة الرياضية ما جلتش وعملت المطلوب منها وأكتر علشان تثبت وتنصر المغاربة في بطولة كأس الأمم الأفريقية. طبعا حاجة من الحاجات العظيمة جدا جدا لما تشوف المنتخب المغربي بعد ظلمه وإقصائه والعقوبات اللي اتحطت عليه، يجي يشاء ربنا عز وجل وينصر هذا المنتخب المظلوم ويرجع حق المغرب من أول وجديد، ويرجع الابتسامة في وجوه الشعب المغربي اللي حس إن هو اتظلم أمام أعين كل العالم. انتصارات، احتفالات تاريخية، فوز تاريخي للمنتخب المغربي. طبعا المحكمة الرياضية حكمت إن مباراة المنتخب المغربي أمام المنتخب السنغالي بعد انسحاب المنتخب السنغالي قرار فصل وفصل وقتي في الموضوع ده، والمباراة المحكمة حكمت بفوز المنتخب المغربي 3-0 على منتخب السنغال بعد طبعا ما انسحب المنتخب السنغالي أمام أعين كل العالم. فالحتة ديت بنص مادة 83 تدين المنتخب السنغالي وتكسب المنتخب المنافس المتواجد على أرض الملعب، وكان هو المنتخب المغربي. أنا ما كنتش متوقع جدا جدا إن المنتخب المغربي يتوج بهذه البطولة بصراحة، بس زي ما بيقولوا كده يا جماعة
ما بيضيعش حق وراه مطالب. انت عندك حق هتتكلم مرة واتنين وتلاتة وعشرة علشان حقك يرجع. وفعلا حق المغرب يرجع أمام أعين كل العالم. صدمة للإعلام الجزائري، صدمة وألم شديد جدا جدا للإعلام الجزائري بعد تتويج المنتخب المغربي بطولة كأس الأمم الأفريقية. ردود أفعال الإعلام الجزائري والإعلام التونسي والشعوب العالم بعد تتويج هذا المنتخب بطلا لكأس أفريقيا. منتخب المغرب كلنا عارفين إن هو من أقوى المنتخبات في العالم في الفترة الحالية. فلما تشوف المنتخب المغربي وهو بيقدم أداء عالي، وهو بيقدم أداء مشرف، وهو بيقدم أداء رجولي، يتم إجباره لضياع ركلة الجزاء الصحيحة 100%. يتم إجبار إبراهيم دياز إن هو يضيع ركلة الجزاء علشان خاطر المباراة تكتمل. فكان في مؤامرة على المغرب بشكل واضح جدا جدا جدا. لكن دلوقتي يظهر الحق ويبان إن المنتخب المغربي انتصر أمام الإعلام الجزائري، أمام الاتحاد السنغالي، أمام اتحاد الجزائر. فطبعا دي حاجة من الحاجات اللي رفعت من شأن إخواتنا المغاربة في كل مكان في الأرض. طبعا الشكر موصول كان بيسعى في رجوع حق المغرب الأستاذ فوزي لقجع، اللي بتمنى له كل التوفيق والنجاح فيما هو قادم إن شاء الله بإذن الله. ألف مبروك للمنتخب المغربي حصوله على بطولة كأس الأمم الأفريقية. حلم كان ضايع ودلوقتي الحلم بيتحقق، فشعب المغرب يفرح. ألف مبروك لشعب المغرب، ألف مبروك للمنتخب المغربي، ألف مبروك لأشرف حكيمي ورفقائه في المنتخب. تتويج مبارك للمنتخب المغربي.